أنا مش مجرد واحد بيروح الجيم، أنا بقيت شخص صحي. ليه كتير مننا بيبدأ بعزيمة وبعدين بيوقف بعد أسبوعين؟ هل المشكلة إننا مش ملتزمين ولا في حاجة أعمق من كده؟ اللي اكتشفته إن معظم الناس شغالة بنظام البرسيستنسي، بنظام الإصرار، يعني بيحاولوا يكرروا الحاجة بالعافية، لكن مش بيبنوا نظام الاستمرارية، نظام الكونسيستنسي اللي أصلاً بيطلع الحاجة الطبيعية من جواهم، من الايدنتيتي بتاعتهم. الفرق مش بس لينجويستيك، يعني مش بالترم، الفرق في نوع الطاقة اللي بنعيش بيها. ايه الفرق ما بين البرسيستنسي والكونسيستنسي؟ ببساطة جدا، البرسيستنسي اللي هو الإصرار، إنك بتكرر الحاجة بإصرار، باستخدام القوة، باستخدام الفورس، باستخدام إن أنت بتجبر نفسك على الحاجة. الكونسيستنسي ببساطة إنك بتعيش السلوك ده كأنه بقى جزء منك. المصر أو البرسيستنت دايما بيقول I have to do this even if I don't feel like it، أو الجملة الشهيرة fake it until you make it. إنما الشخص الكونسيستنت اللي بيمشي باستمرارية دايما بيقول of course I do this, it's just who I am. ليه بقى الإصرار البرسيستنسي بيتعب وبيفشل مع الوقت؟ ببساطة لأن الإرادة أو الجبر أو الفورس عامل زي البطارية، مهما شحنته بتخلص، ولو ما فيش تغيير أصلاً داخلي من الايدنتيتي أو من الهوية بتاعتك اللي جوه، أي عادة بتكون فراجايل، يعني قابلة للكسر. مع أول ظرف، مع أول حاجة بتحصل لك بتنهار. الميزة هنا إنك تعرف تستغل البرسيستنسي، تعرف تستغل الإصرار ده، لأنه ممكن يخليك تبتدي، هو يساعدك على البداية. بس الاستمرارية الحقيقية بتيجي من الايدنتيتي، بتيجي من الهوية بتاعتنا، بتيجي من أنا مين. السؤال بقى، الكونسيستنسي أو الاستمرارية بتيجي إزاي؟ لما نبني السلوك على فكرة أنا مين، مش أنا بعمل إيه. يعني أنا مش مجرد واحد بيروح الجيم، أنا بقيت شخص صحي. أنا مش بكتب كونتنت كل يوم بالعافية، أنا بقيت كرييتر. لما السلوك بيطلع من الهوية أو من الايدنتيتي بيبقى خفيف وطبيعي وبيستمر. أغير هويتي إزاي؟ طبعاً الموضوع ده كبير وما ينفعش يخلص في حلقة واحدة. خلينا نبسط الموضوع في 3 خطوات سحرية. أول حاجة هبدأ بالفاليو مش بالنتيجة. يعني إيه؟ يعني بدل ما أقول أنا عايز أخس 5 كيلو، هقول I am becoming a person who chooses health every day. يعني هختار الفاليو بتاعتي إن أنا أبقى healthy person بدل ما إن أنا أختار إن أنا عايز أخس 5 كيلو. الخسسان لل5 كيلو بيكون هو النتيجة مش الغاية بتاعت الموضوع. رقم 2، خلي أفعالك ترفلكت الشخصية اللي أنت عايز تكون عليها. يعني اسأل نفسك كل يوم، هل would the future version of me هيعمل الأكشن ده النهاردة؟ يعني لو أنا النهاردة اخترت الفاليو بتاعتي إن أنا أبقى healthy person، هل أفعالي دي بترفلكت إن أنا healthy person؟ النقطة الثالثة بقى، احتفل بكل تصرف بسيط بيثبت الهوية دي. يعني كل مرة تلتزم بحاجة قول لنفسك that's like me. وده اللي بيبدأ يركب الايدنتيتي جوه العقل. خليني احكي لكم تجربة أنا مريت بيها. كنت بحاول التزم بالجورنالينج لفترة طويلة، وكل مرة كنت بحطه في التودو ليست بتاعتي وأتعامل معاه على إنه تاسك، كان بيبقى تقيل على قلبي. ولما ما كنتش بكتب كنت بحس إني فاشل. بس لما بدأت أشوف نفسي كsomeone who possess life through reflection، يعني بقيت أشوف حياتي اللي قدام وبرفلكت على اليوم اللي أنا فيه النهاردة، الموضوع اتغير. بقيت أكتب من غير ضغط ومن غير ريمايندر. طيب خليني اسالك بقى سؤال، لو في تيك اوت من الدسكشن دي او حاجه واحده مهمه جدا ناخد بالنا منها، ايه هي؟ السؤال ده مهم جدا يا زياد.
يعني لو تعبت من البداية أو من الوقوف، ما تبصش على أنت بتعمل إيه، بص على أنت بقيت مين. البرسيستنسي ممكن تديلك نتائج مؤقتة، بس الكونسيستنسي اللي هي الاستمرارية هي اللي هتغير حياتك كلها. لو تعرف حد شغال بالإصرار مش بالاستمرارية، ابعت له الفيديو ده علشان يساعدك.